السلام عليكم. العلماء يمشون يروحون بنزيز في الجامع كانوا يقولوا بنزيز بنزيز يضربوا بالسفارة يعيطوا بالطلبات القرآن وشيء منها شوية يجي يصير والجامع ان شاء الله نتمناو له الخير ونتمناو للشيخ تاعنا خير ان شاء الله كذلك لانه نورنا البلاد ونور الجهه كامله وعدنا اولاد خرج المسجد عدو ان شاء الله كاين من يشفع فينا في هذا العام ان شاء الله القران مرتبين ما شاء الله دائما كما نقولوا يد الله مع يد الجماعه حنا كنتعاونوا ضعفاء نحاول ولجميع يزورونا يوم قدوه وكان موجودين. طالب قاطع لا اليوم رغم الظروف الجويه نقولوا جيده رياحه الخارج والله احسها كانها بدر في ليله الظلمه بدرا مكتملا في ليله ظلمه اليوم الرياض راها منوره حقيقه منوره بكم باهل القران. الدوري يقول باللي مثل ما قال ذو القرنين ماذا قال لقومه؟ قال فأعينوني بقوة. يعني ممكن نسمع في البلديه ونسمع في بعض اخواننا المصلين في المسجد يقول لك الامام لا راه يدير. انا يقين انه كان ما تعاونش مع اخواننا على الخير واهل الاحسان ما نقدر حتى حاجه، لانه انا نتكلم فقط توصل رساله ونلقى يعني مثلا امر دكتور غير مثلا تحت كلمت برك خونا ناصر ربي يبارك فيه قال لي الدكتور ما يزاحمني فيه حتى واحد. قلنا راه جاي مضياف ومره نسموه الحاج حميدي قال لي ما يروح حتى واحد يكونوا عندي. وقيس على ذلك المشروع هذا تاع المنصه القرانيه كنا نحلم به ومن بعد اصبح بين عشيه وضحاها ولا قدامنا يعني. كلمني خونا يونس انا حقيقه ندري راح يقول لي قسم تعميرات لانه كلمني بعد وفاه تاع الوالد تاعي باسبوع. قلت حكايه تعميرات عيط لي قال لي هذا المنزل راح نديروه القران الكريم واش تقدر دير فيه اظهار في سبيل الله. الحمد لله الان راه في 15 طالب راها في راها يوميا الصباح 4:30 راهم في المسجد جميعا، وهذا كله يعني بفضل يد العون اللي راهم مديرها اخواننا واللي راهم مساهمين معنا، والا الواحد وحده ما يقدر يدير حتى شيء. تأبى الرماح واذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسر الاحد. تبارك الله فيكم جميعا حتى اللي راهم حضروا اليوم يعني راهم اثبتوا بلي هذه المنطقه منطقه القران، هذا هو اصلها، هذا هو الاصل الذي بدات عليه وباللي راها محبه للخير ومحبه لاهل القران. اللي كما كان يحكي خويا مهدي الجو اليوم جو ما جاوش مشايخنا اليوم كامرانا حاكمين ديالهم واحد ما يخرج حتى عندك خدمه في المزرعه ولا عندك ما تخرج ولا هي فوت اليوم بعد قول ربي رحمه. ولكن اليوم الحمد لله المسجد لم يسع
الناس ربما اللي كانت لبرا ممكن تكون اكثر من اللي راه كانت الداخل اللي شفناها. انا شفت زحام كبير على الابواب يعني في زوج، والحمد لله الناس تحب القران وتحب الخير، مش اللي تدور على سبب فقط ولا واحد يوجهها وتمشي. والحمد لله ان شاء الله نسال الله ان يستعملنا وان لا يستبدلنا. بارك الله فيك الشيخ. نشكر مشايخنا اللي ساهمونا يعني. وانا نوجه شكر خاص الشيخ سليم عبد الباقي اللي نشوف فيه والله. الشيخ سليم عبد الباقي هو المهندس لكل او ما يشوفش يبان. هذا الشيخ سليم هذا تلقاه ديما خلف الاضواء ما يبانش. التنسيق كله معاه لقيت وانا رايحين للقهوه قلنا سليم هذا يخدم سوناغاز، كنت رايحين القهوه تاعنا في الورا قال لي نعرفها، قال لي كثر خير سوناغاز كي عاد واحد في العمل يقدر يعرف السيره تاعها. قال لي ساعه ساعه ولا هنا وراه ناصر الشيخ سليم ناصر هذا الشيخ سليم كيجيك من وصيف هذا يجي يا شيخ. لا لا تجيبوه هذا الموضوع يعني الواحد يشوف وجوه الناس طيبه وفرحانه بالقران هذا يكفي. كيجي كاس كذا خاصنا الغاز ما نتصرفش به. اسمحوا لي نوجه كلمه بركه اخونا الازهري جلول بهذه المناسبه قول كلمه. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله سيد الخلق وشفيع المؤمنين. أحييكم تحية يحلو على اللسان حسن تكريرها ويمتد عبر الأثير طيب عبيرها. أحييكم تحية الإسلام الذي هو أصفى ما تفتقت وما تشظت عن صدفات الوحي من لآلة. أحييكم تحية الأخوة التي هي أكرم ما أنجبت البشرية من سلائل. والله صراحة تعجز الكلمات عن التعبير ويعجز اللسان عن النطق وتعجز الأقلام عن الكتابة عن هذه المناسبة العظيمة، والتي إني أقف احتراما وتقديرا وإجلالا وإكبارا لكل من أشرف على هذه المبادرة الطيبة، بدءا من شيخنا كمال حفظه الله ووصولا إلى كل الإخوة، إلى السيد رئيس البلدية، إلى الأخ النائب مهدي، إلى كل من ساهم وكل من ذكرت، الأخ ناصر، يعني صراحة ربما نسيت أسامي، عمي حميدي والجميع يعني دون استثناء من الألف إلى الياء. وأشكر شيوخنا على هذه الزيارة وأقول لهم ضيفنا إن حللت عنا لوجدتنا نحن الضيوف ووجدت نفسك أنت رب المنزل، فاعذرونا إن كان هناك تقصير. وأقول لكم بيوتنا كلنا مفتوحة لكم فمتى، وأتمنى أن لا تكون هذه الزيارة الأخيرة وأن تكون هناك زيارات. وأقول لكم إن البلاد اليوم قد تزينت بوجودكم وقد لبست حلة جديدة، فأتمنى أن تأتون كل مرة وأن تكون زيارات على فترات إن شاء الله، ولما لا، وإن كنا نتمنى أن تبقوا بيننا وأن لا تغادرونا أبدا، لكن هذه الدنيا وهذه هي أحوالها. أحييكم صراحة بتحية ملؤها الاحترام وملؤها الأخوة وملؤها الحب، وتحية إسلامية، تحية عربية، تحية من أهل بلدية أورلال، هذه البلدية الطيبة، هذه البلدية التي أنجبت الشيخ خليفة السعدوني والتي أنجبت العديد من العلماء والشيوخ، هذه البلدية التي زارها عبد الحميد بن باديس في 1927 و1930 لكي يعرض على الشيخ خليفة السعدوني هذا المسجد العتيق، لكي ينضم الشيخ خليفة السعدوني لجمعية علماء المسلمين، وذهب إلى الجزائر العاصمة وألقى محاضرة قيمة. أورلال معروفة بكرمها وبرجالها، وأقول لكم مرة أخرى اعذرونا إن كان هناك تقصير، وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا.